اولا انا بطلب منك طلب قوي، يعني لو سمحت يا ابراهيم كرر حلقه احمد عز كتير. حاضر. فانا بجد يا جماعه الكومبو بتاعكم مع بعض العالمي. لا يعني عز العالمي. الكومبو بتاعك انت وعز ده حاجه من اكتشافات والحاجات اللي احنا مبسوطين بيها بجيلنا ده، انها ظهرت في الميديا. الحمد لله. كرر من الحلقات دي يا ابراهيم، انا بعز لوحده كده معاك، لا كرروه تثقيفيه ما شاء الله حلقة بجد بجد عز بصراحه رد السهم. بجد تثقيفيه بصراحه. وانت بتعرف تديله وهو بيعرف يسمع منك ويقول عيني والله. الحته اللي قالها دي بجد هي الخلاصه اللي انا بهاتي فيها بقالي كتير، مش قصدي ان انا اللي بقولها، يعني عز طبعا هو اللي فتح الطريق. انتوا يا جماعه ليه بتحاسبوا حسام حسن على منظومه بالكامل؟ شيء غريب جدا. انت بتقارنه بالمغرب يا جماعه. هو احنا عندنا 10% من المغرب عاملاه؟ حرام عليكم، انتوا بتجلدوا الراجل ليه؟ ده كتير قوي. يعني ليه؟ الراجل ده بطوله كده حاول يعمل حاجه والحاجه بدات تنجح، بدل ما اقول له برافو واسقف له او قايل له يا راجل هي نيوزيلندا كوره. ده اوكلاند سيتي كسب، بايرن كسب اوكلاند سيتي 10-0. يا معلم، اوكلاند سيتي ما فيهوش لعيبه بتلعب في البريمير ليج. انت عارف انا مبسوط ليه؟ في حتت كده انا انسانيا شويه بعطل فيها شويه، بس انا مبسوط من كميه الحب اللي ما بينكم وما بين بعض. مبسوط ان انتوا بتتكلموا على عز بالشكل ده. لا طبعا يعني طبعا يعني اقصد احنا عشان كده دايما والله بقول للناس يا جماعه احنا مش برنامج، والله يا جماعه احنا ما برنامج خالص. اخر حاجه ممكن نكون بنشتغلها هي فكره البرنامج. احنا فعلا عيله ومجموعه شباب ربنا قسم لنا فرصه ان احنا ناخد فرصه ان احنا نطلع قدام حضراتكم، فبقينا لسان حالكم باي حال من الاحوال يعني. فانا مبسوط انه اتغيرت اللهجات عن زمان. يعني الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. ليه؟ لان انتوا ناس اسويه وانقيه، فوصلنا لدرجه ان احنا بنتكلم على زميلنا ان احنا عايزينه يبقى موجود. عز مش زميلنا بس والله يا ابراهيم، عز اخونا زميل واخ اسطوره. لا وعز يعني بيرسم خط والناس بتمشي وراه بجد. يعني انا دايما بقول ان عز فتح مجال لناس كتير قوي. قلت لك راس السهم. وعز عنده حاجه، وفي حاجه كمان مهمه قوي، انتوا عندكم كيمستري ما بينكم وبين بعض كبيره دي حلوه قوي. في ناس كده لما تبقى قاعدين مع بعض بتبقى في خلاص هو عارف امتى هتديله، امتى هيديلك، امتى هتفتح مجال. اوعدكم ان شاء الله باذن الله نكرر الحلقات. بس انا مبسوط بالروح الحلوه اللي ما بينكم، ربنا يديمها. وبقيه الناس على فكره يعني فاهم انا فاهم كل الناس طبعا يعني. لا مبسوط ان احنا كلنا على بعض يعني. بس انت خلي بالك يا ابراهيم، انت اكتر واحد اتغربت في القصه دي لما في الاول جبت ناس ما كانتش معروفه في الساحه. والله بص، فاكيد انت نجمت واصريت، لان انت اكيد برضه عندك بعض. والله انا مش بقول الكلام ده عشان انت قاعد، بس ده حقيقي. انت اكيد الناس دي هاجمتك في الاول لان انت جبت ناس ما كانتش معروفه على الساحه في الوقت ده. يعني بصوا طبعا احنا بنفتح قلوبنا وبنتكلم مع بعض في الحته ديت. هي مش فكره ان انا اتهاجمت، هي فكره ان انا كنت دايما ببص للموضوع من زمان، يعني انه يا رب اديني التمكين. ما هو انت ربنا بيديلك، انت ما بتعرفش في انهي مرحله، فلما ربنا يمكنك ودي نعمه كبيره جدا، اللهم لك الحمد والشكر، بتبقى عايز تغير حاجه. فما في اي تغيير بيبقى فيه دايما قصاده قوه رفض. قوه رفض، في قوه رفض. انا مش معتاد كمشاهد على الشكل ده. مين دول؟ هيقولوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ اسلوبهم عامل ازاي؟ ثم الحلو بيفرض نفسه. اكيد صح. الجوده تفرض نفسها. لما بشوف جوده بتتقدم خلاص الناس بتقول لا هو ده. فاللهم لك الحمد والشكر. لا مش فكره هجوم، بس فكره ان انت الاول الناس بتستغرب، ثم بعد كده تالف، ثم بعد كده تطلب، ثم بعد كده يبقى انت بالنسبه لها الصاحب والصديق والاخ. هو ده اللي احنا عاملينه، وده اللي انا بشوفه فيك الحمد لله. بشوفه في شابوني، وبشوفه في جو، بشوفه في مارك، وفي ثابت، وفي شادي، وفي فارس، وفي فايز، وفي عماره، وفي عمر، وفي المجموعه، وفي تامر، وفي المجموعه بتاعتنا كلها الشباب، وطبعا بقى نجومنا طبعا اللي على راسنا كلهم.